السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله بأفضل حال. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للفيديو دعما لنا للاستمرار بنشر المزيد من أخبار المنتخب العراقي. رسميا تغيير اسم بطولة كأس أساطير الخليج إلى كأس الخليج لقدام اللاعبين. ما رأيكم بهذه الخطوة؟ جدول مباريات المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج لقدام اللاعبين. منتخب الشباب ينهي ثاني وحداته التدريبية في الصين تحضيراً لبطولة آسيا. أحمد قاسم يقترب من الانتقال لنادي ناشفيل الأمريكي مقابل حوالي 4 ملايين يورو. ما سبب فشل علي جاسم واللاعب المحلي في الاحتراف؟ أفضل لاعب محلي يتعرض لفشل الاحتراف وعودته للدوري العراقي قريبة. ريبن سولاغا تواجدت كأساس في العراق، ومتابعتي الشخصية للدوري تعد أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى فريق أربيل. مسقط رأسي هو منطقة عنكاوة في أربيل، وسمعة نادي أربيل الكبيرة ستكون حافزاً لي لتقديم كل ما بوسعي لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق في دوري النجوم. أتمنى التوفيق للجميع. غاب لفترة طويلة، وكان يعلم سر هذا الغياب إذ أراد إثبات نفسه في دوري قوي جدا ومع ناد متقدم في الدوري البولندي الممتاز. واليوم عاد أساسيا لمدة 80 دقيقة وقد يغيب، ولكنه يعرف ماذا يفعل ويعلم إلى أين هو ذاهب. رسالة إلى كل المحللين: هؤلاء أبناء بلدكم، ولولاهم ما كان لأحد أن يعرف العراق سوى ذلك البلد المدمر من الحروب. اليوم نسمع اسم العراق بفخر في جميع البطولات الأوروبية. دعونا نتباهى بهم ونفخر بهم. منتظر ماجد يحسم الجدل حول شائعات انتقاله إلى بشكتاش. نفى نجم فريق هاماربي منتظر ماجد الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى نادي بشكتاش، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر. وفي تصريح له لقناة فوتبولز كانال قال ماجد: قيل إنني في طريقي للرحيل، لكن هذا مجرد هراء. لقد رأيت الأخبار المتعلقة ببشكتاش، ولكنني لا أعلم شيئا عنها ولا أتابعها. من جانبه أشاد مدربه كيم هيلبرغ بتطور اللاعب، حيث قال: أنا أحب منتظر كثيرا، لقد حقق خطوات كبيرة في مسيرته واكتسب احترام المجموعة بفضل عمله الجاد. أعتقد أنه سيكون رائعا هذا العام. وأضاف هيلبرغ: لقد مر بمرحلة صعبة، ولكن الآن يمكن للجميع رؤية مدى التزامه. عليه الاستمرار بنفس العقلية والعمل الجاد، وإذا فعل ذلك فسيكون له مستقبل كبير. الخبير الكروي هشام عطا عجاج يتحدث بحيادية: هل هذا هو دوري المحترفين؟ هل هذا هو الدوري الذي يستقطب اللاعبين؟ هل هذا هو الدوري الذي تريدون من خلاله الصعود إلى كأس العالم؟ سأله الإعلامي: لماذا لم تكن متفائلا بشأن المباراة؟ أجاب هشام: أي مباراة تتحدث عنها؟ لقد عجز اللاعبون عن تنفيذ 4 تمريرات بشكل صحيح. إن عرض مثل هذه المباريات على الشاشة يعد جريمة بحق كرة القدم. لا توجد لمسات فنية، ولا يتم نقل الكرة بصورة صحيحة، ولا يوجد فكر أو تصور لدى اللاعب عندما ينقل الكرة. كل التمريرات كانت عشوائية. واختتم الخبير الكروي ومساعدوه حديثهم بالقول: لولا الله ثم المحترفين لما تمكنا من الصعود في الجولة الأولى. يجب على المدرب الوطني وأعضاء الاتحاد أن يركزوا على تواجد المحترفين، فهذا ليس مطلبا شعبيا فحسب، بل هو الصورة الاحترافية الحقيقية للصعود إلى كأس العالم. وأضاف الإعلامي: والله يا كابتن، لقد دخلت قلوب الملايين بهذا التصريح، وأنت رجل مؤثر. شركة SEG فوتبول العالمية لوكلاء الأعمال تتغنى باللاعب العراقي الأصل حيدر سلطان. تعد شركة SEG فوتبول العالمية واحدة من أبرز الشركات في مجال وكالات الأعمال الرياضية، حيث تضم عددا كبيرا من اللاعبين والمدربين الأجانب المتميزين. من بين هؤلاء يبرز اسم اللاعب العراقي الأصل حيدر سلطان، الذي أصبح محط أنظار الشركة. تشمل قائمة الأسماء اللامعة في الشركة كلا من بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإريك تين هاج المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد. تعد هذه الأسماء دليلا على التميز والاحترافية التي تسعى الشركة لتحقيقها في عالم كرة القدم. إن تسليط الضوء على حيدر سلطان من قبل شركة SEG فوتبول يعبر عن تقديرها للمواهب العراقية، ويعكس في الوقت نفسه
التزامها بجلب أفضل الكفاءات إلى الساحة الرياضية العالمية. 5. لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيوياً. يواصل مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس مراقبة مستويات لاعبي أسود الرافدين في مختلف البطولات، ومن بينها بطولتا دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا. 2. ومن المتوقع أن يعلن مدرب العراق خيسوس كاساس عن قائمته الرسمية لتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبحسب المصادر فإن كاساس سيهتم بمشاهدة مباريات البطولتين الآسيويتين دوري أبطال النخبة ودوري الأبطال 2 على الرغم من مغادرة القوة الجوية وقرب خروج الشرطة من المنافسة أيضا. بشار رسنات المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي بشار رسن يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مدرب منتخب العراق على الرغم من غيابه عن قائمة بطولة كأس الخليج خليج 26 الأخيرة. اللاعب صاحب 28 عاما انتقل مؤخرا إلى باختاكور الأوزبكي في الانتقالات الشتوية لكي يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ غادر فريقه السابق القوة الجوية بحثا عن تجربة احترافية جديدة. وبحسب آخر التحديثات فإن كاساس يرغب بقوة في استدعاء رسن إلى قائمة منتخب العراق في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم. عبد الإله فيصل. هذا الاسم يبدو جديدا على الشارع الرياضي العراقي، لكنه لطالما كان مطروحا في الاتحاد العراقي ومن قبل مختلف مدربي المنتخبات العراقية ومن بينها المدرب كاساس. عبد الإله فيصل يلعب في صفوف سنترال كوست الأسترالي المشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويبلغ عمره حاليا 19 عاما وهو مولود في أستراليا، لكنه ذو أصول عراقية، إذ يسعى الاتحاد العراقي إلى إكمال أوراقه قريبا جدا ليكون ضمن منتخبات العراق. أيمن حسين. يحتاج مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس إلى الاطمئنان على وضع مهاجمه الأول أيمن حسين بعدما انتقل مؤخرا إلى صفوف فريق الوكرة القطري المشارك في دوري أبطال آسيا 2. أيمن حسين الذي يبلغ من العمر 28 عاما خاض تجربة محبطة مع فريقه السابق الخور، إذ لم يتمكن من التوهج رغم أن التطلعات والآمال كانت كبيرة جدا بأن يشكل الإضافة للفريق. بالتالي فإن تجربة الوكرة ستكون فرصة جديدة لكي يؤكد أبو طبر بأنه المهاجم الأول في العراق. فرانس بطرس. مدافع فريق تايبورت التايلاندي فرانس بطرس يواصل مستوياته المميزة مع فريقه في الدوري المحلي وأيضا في دوري أبطال آسيا 2، حيث يبعث رسائل الاطمئنان لمدربه بين الحين والآخر. بطرس الذي يبلغ من العمر 30 عاما يحظى بمتابعة كاساس وعلى وجه الخصوص مباريات الفريق آسيويا، إذ بإمكان اللاعب اللعب في الدفاع أو الوسط الدفاعي، وهذه المميزات تساعد المدرب الذي يبحث عن لاعب متعدد الوظائف، لذلك سيتابعه مدرب العراق ليتأكد من قيمة لاعبه. ضرغام إسماعيل. مدافع الخالدية البحريني ضرغام إسماعيل يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه في دوري أبطال آسيا 2 ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة. مدرب منتخب العراق لم يتخلى عن إسماعيل الذي يبلغ من العمر 30 عاما والذي يظهر مستويات رائعة دفاعيا وهجوميا، لكن المشكلة تكمن في وجود لاعبين أعلى منه فنيا مثل ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى، إلا أن متابعة اللاعب تبقى محببة لدى كاساس لدون ملاحظاته وأرقامه. يذكر أن نادي القوة الجوية العراقي خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما يقترب فريق الشرطة من مغادرة دوري أبطال آسيا للنخبة باحتلاله المركز قبل الأخير قبل جولة من نهاية دور المجموعات.